السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن. وصفتنا النهاردة صينية لحمة بالخضار في الفرن. وصفة جميلة جدا مش هتاخد منك وقت ومجهود. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك، وبعتذر جدا جدا على صوتي، ولكن ده الطبيعي بتاعي في البرد، اتعودوا عليا بقى كده طول فترة الشتاء. عندي كيلو لحمة متقطع مكعبات وسط، 500 جرام طماطم، 500 جرام بصل، حبايتين بطاطس كبار، 3 حبايات جزر، معلقة كبيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة صلصة، نص معلقة صغيرة بهارات اللحمة، فلفل اسود، بابريكا، كمون، ونص معلقة صغيرة شطة، معلقة كبيرة ملح او الملح حسب الطلب. وهسيب المقادير مكتوبة لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف هتلاقوا مثلث اسفل الفيديو، هتضغطوا عليه هيظهر لكم المقادير. لان ساعات بيجيلي تعليقات فين هو صندوق الوصف، احنا مش لاقيين المقادير، وبيزعلوا ان انا ما قلتش المقادير في الفيديو، فحبيت اوضح لكم. هقطع البطاطس لمكعبات وسط. يعني المكعب ما يبقاش كبير ياخد وقت معايا في التسوية، وما يبقاش صغير يتهري معايا بسرعة. والجزر هقطعه مكعبات اصغر من البطاطس شوية، لان البطاطس بتستوي قبل الجزر. الجزر بياخد وقت في التسوية. وهقطع البصل شرايح او جوانح رفيعة. ما تقطعيش شرايح البصل تخينة علشان ما تقرمش معاكي في الاكل. واقطع الطماطم مكعبات. وعلشان ندي طعم وريحة حلوة للاكل، هاخد الثوم افرمه مع نص معلقة كمون بنفس الطريقة دي كده. هجيب البصل واضيف رشة صغيرة من الفلفل، ورشة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار او 3 زيت، وبايدي كده اقلب البصل مع بعضه. وانا بقلب البصل هفككه من بعض، واخد نص كمية الثوم والكمون اللي فرمناهم مع بعض، وهقلبهم في البصل يدوني ريحة حلوة. في بولة عميقة هضيف الخضار، وانزل بباقي كمية البهارات والملح، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اتأكد ان كله اتمزج مع بعضه. هجيب اللحمة واضيف ليها الكمون والثوم، وهقلبهم مع اللحمة. بالشكل ده كده. ونشوف الخطوة اللي بعد كده. هجيب صينية او بايركس وافرشها ورق ألمونيوم، واضيف ورقة زبدة علشان الاكل ما يتفاعلش مع ورق الألمونيوم، واضيف نص كمية البصل، وانزل بالخضار. اظبط الوش واخليه متساوي علشان اضيف باقي المكونات. واخد شوية من البصل اللي موجود معانا
واسيب الباقي. يعني هستخدم البصل على 3 مرات. طيب انا ليه ما قلبتش البصل مع الخضار بدل الهدة دي؟ لا طبعا بتفرق، كل حاجة تبقى محتفظة بالطعم بتاعها لوحده، وخصوصا الحاجات اللي بتدخل الفرن لما كل حاجة تكون لوحدها بتدي طعم حلو. وارص قطع اللحمة على الوش بالشكل ده كده. وبعدين انزل بباقي كمية البصل اللي موجودة معانا واوزعها على الوش. انا بفكك البصل علشان يديني شكل حلو في التقديم، وكمان عشان يستوي وما تيجي تاكلي ما تلاقوهوش بيقرمش. هجيب ربع كوباية مية ومعلقة كبيرة صلصة وهقلبهم مع بعض واضيفهم على وش الصينية. مش محتاجين مية اكتر من ربع كوباية اللي هننزل بيها مع معلقة الصلصة. واغطي وش الصينية بورق زبدة واغلفه كويس جدا بورق الالومنيوم. هغطي الصينية مرة واتنين بورق الالومنيوم عشان اتأكد ان مفيش اي هوا واصل ليها. وادخل الصينية فرن من غير شواية على درجة حرارة 150، رف اسفل. هتاخد وقت معاكي من ساعة وربع لساعة ونص. بعد ساعة تقدري تفتحي عليها وتتابعي التسوية علشان بتفرق من فرن للتاني، وكمان بتفرق حسب نوع اللحمة. فمن الافضل ليكي تتابعيها من الوقت للتاني، بس ما تفتحيش عليها قبل ساعة. وهنا الصينية بعد ما طلعت من الفرن اخدت معايا وقت بالظبط ساعة وتلت. اللحمة مستوية جدا وكل قطع الخضار مستوية والريحة ما شاء الله. هقلبها تقليبة صغيرة كده من على الوش، ما وصلش للخضار، يعني هقلب اللحمة مع البصل. علشان دول الحاجتين اللي عايزاهم يتحمروا، والبصل بيبقى طعمه حلو لما بيتحمر. بالفرشة كده وهلمع الوش بالصوص اللي موجود في الخضار. احنا ما استخدمناش غير 3 معالق زيت اللي ضفناهم مع البصل في الاول، ومش محتاجين اكتر من كده لان اللحمة بتكون دسمة وبينزل منها زيوت. وادخل الصينية الفرن واشغل الشواية تاخد لون حلو من فوق بالشكل ده كده، واضيفها لاطباق التقديم. انا قدمت الوصفة مع رز بالشعرية ولسان عصفور وسلطة ومخلل. ممكن تقدميها جنب عيش وسلطة ومخلل وطحينة، بتبقى جميلة جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من قلبي يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن.